السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. واخيرا خلصنا رمضان كان فيه كسل كتير قوي، ما صورناش فيديوهات كتيرة، ودخلنا طبعا على العيد كسل اكتر، فاهم؟ فاخيرا خلصنا الاجازات دي كلها، وشوية شوية كده نرجع نعمل فيديوهات كتيرة جدا. المهم ان انا النهارده جايب لكم موبايل مهم جدا في الفئة المتوسطة، وهو من شركة اوبو، وهو الاوبو الرينو 11 اف. الرينو 11 اف او 11 اف 5 جي ده هو موبايل من الفئة المتوسطة، والموبايل ده من الفئة المتوسطة اللي انا بسميها المتطورة، اللي هو بيجي بامكانيات كتيرة جدا على انه هو يبقى فئة متوسطة. فمثلا لما نيجي نبص على التصميم بتاع الموبايل هنلاقي الموبايل رفيع جدا، الموبايل هنا 7.5 مللي تقريبا سمكه، وهنلاقي الفريم الفلات، الظهر الفلات، اللون اللي معايا هنا اللي هو لون لبني، ولما توجهه النور كده بيدي انعكاسات اكنه بحر او اكنه حمام سباحة كده، عارف انت؟ لو قلبنا الموبايل على وشه هنلاقي شاشة اللي بحجم 6.7 بوصة. الشاشة هنا بتيجي من نوع اموليد، وبتيجي بتردد 120 هرتز، 1 بليون لون، والبيك برايتنس بتاعها بيوصل لغايه 1100 نت. كمان هنلاقي الحواف بتاعت الشاشه صغيره جدا جدا، الحواف سيمتريه، هنلاقي الحافه اللي تحت قد الحافه اللي فوق، يكاد الجهاز يكون فريمليس او بدون حواف تماما. فتصميم الجهاز من الظهر ومن الوش تصميم حديث جدا، ومش هيحسسك الموبايل ده فئة متوسطه زي ما احنا قلنا. هنروح لحاجه زي الاداء. عندنا الاوبو رينو 11 اف بيجي بالمعالج الميديا تك دايمنستي 7050. المعالج ده مبني على معماريه 6 نانومتر، والمعالج ده قوي جدا في الفئه المتوسطه، هيديك اداء كويس جدا في السوشيال ميديا والالعاب، كمان هيديك اداء كويس جدا في الالعاب، فمش هتلاقي اي مشاكل خالص في موضوع الاداء ده، خصوصا ان الموبايل جاي بال 120 هرتز بتوع الشاشه، ريفرش ريت العالي هيحسسك الموبايل سريع، وكمان جايب 8 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه، والذاكره الداخليه اللي هنا من نوع يو اف اس 3.1، ذاكره سريعه جدا، مع الكالر او اس اللي هي واجهه مستخدم اوبو اللي هي كالر او اس 14. الصراحه الجهاز ده اداؤه كويس جدا، والواجهه فيها فيتشرز كتيره جدا او امكانيات كتيره جدا، وفي نفس الوقت هي خفيفه مش بتقل الجهاز. طبعا الكالر او اس او واجهه مستخدم اوبو الجديده غنيه عن التعريف، يعني زي ما انا قلت هي في فيتشرز كتيره قوي، امكانيات كتيره جدا، وفي نفس الوقت هي خفيفه. من الامكانيات اللي بتعجبني الكاستمايزيشن، او ان انت ممكن تظبط كل حاجه في الجهاز، الثيم بتاع الجهاز، الايقونات، اشكال الايقونات، الالوان بتاعتها، الوان الثيم بتاع الجهاز. صراحه الكاستمايزيشن هنا في موبايلات اوبو بشكل عام او كولر او اس كويس جدا جدا. تاني حاجه عجبتني برضو هي السمارت بار. السمارت بار ده هو درج كده بتسحبه من على جنب الشاشه، هيديك اختصارات لحاجات انت بتستخدمها في الجهاز، مثلا انت ممكن تحط فيه ابلكيشنز انت عايزها في السريع، ممكن مثلا لو سحبت ابلكيشن فوق وسحبت ابلكيشن تاني تحت، الشاشه هتتقسم نصين، هتقدر ان انت تستخدم الاثنين ابلكيشنز في نفس الوقت. السمارت سايد بار ده برضو فيه حاجه جديده قوي اسمها فايل دوك. الفايل دوك ده هو زي فولدر او فايل فيه حاجات انت بتحتاجها على طول، زي مثلا ان انت ممكن تخزن فيه صور انت بتحتاجها، تكست انت بتحتاجه، برامج انت بتحتاجها، حاجات معينه او حاجات شخصيه انت بتحتاجها. وكمان الفايل دوك ده متوصل بالكلاود سيرفيس، يعني انت ممكن تعمل كلاود سينك وتقدر ان انت توصل للفايل دوك ده من اي مكان انت عايزه. وطبعا هتحط حاجتك في الفايل دوك بمجرد بس ما هتسلايد جوه الفايل دوك او تسلايد بره الفايل دوك لو انت عايز تستخدم الحاجه. الصراحه دي فيتشرز من فيتشرز او امكانيات كتيره جدا جدا في الكالر او اس. انا لو قعدت من هنا لبكره الفيديو ده مش هيخلص، فتعالوا نتنقل على الكاميرات. الموبايل ده جاي بكاميرا رئيسيه بدقه 64 ميجا بكسل، وكاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد، و2 ميجا بكسل للماكرو. الكاميرا ال 64 ميجا بكسل ادتني اداء كويس جدا جدا الصراحه، بالذات الالوان او توليد الالوان بتاع الكاميرا كان حلو جدا وواقعي جدا. دايناميك رينج طبعا كعاده اوبو رهيب جدا، التفاصيل اللي في الصوره بتطلع حلوه جدا. فكاميرا الموبايل ده كعاده اوبو واحده من افضل الكاميرات اللي انت هتشوفها في الفئه دي. الموبايل ده بيصور فيديو لغايه دقه 4K 30 فريم في الثانيه، وعندك ال 1080 لغايه 480 فريم في الثانيه. الموبايل ده للاسف مش جايب OIS او تثبيت صوره بصري، جايب EIS او تثبيت صوره الكتروني، واللي الصراحه شغال كويس جدا زي ما انتم شايفين الفيديو، جودته كويسه جدا ما فيهاش اي مشكله. اللي عجبني قوي قوي بقى الكاميرا الاماميه الصراحه، ال 32 ميجا بكسل ادتني اداء رهيب جدا، لون البشره طلع كويس قوي، التفاصيل اللي بتطلع في الوش حلو قوي، تاخد بيها افضل صور سيلفي الصراحه من الكاميرا الاماميه. كمان الكاميرا الاماميه بتصور فيديو بدقه 4K 30 فريم في الثانيه، ودي حاجه نادره شويه ان احنا نلاقيها في اليومين دول يعني في الموبايلات اللي بالفئه دي. الصراحه منظومه الكاميرات اللي هنا كويسه جدا، اذا كان الفيديو او الصور هيعتمد عليها او هتقدر ان انت تعتمد عليها الصراحه. بطاريه الجهاز هنا 5000 ملي امبير، بتقعد تقريبا 8 ساعات من وقت عمل الشاشه، ودي بطاريه كويسه قوي. والافضل من البطاريه هنا الشحن السريع 67 واط، اللي بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 في 48 دقيقه بالظبط، وده رقم كويس قوي قوي. الموبايل ده كمان جاي بشهاده IP 65
63 مضاده للميه والغبار، واللي بتسمح لك ان انت ممكن تنزل بالموبايل ده الميه لمده من 10 ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده، مش زي الاي بي 67 او 68 طبعا. ولكن الموبايل ده لو وقع في الميه مش هيحصل له حاجه زي ما انتم شايفين دلوقتي. عندنا البصمه اللي تحت الشاشه شغاله بشكل سريع جدا هنا بدون اي مشاكل خالص. الموبايل هنا بيجي بسماعه وحيده سفليه، مش جاي بسماعه ستيريو، وكمان ما فيهوش منفذ 3.5 مللي. لو عايز تستخدم سماعه او تستخدم مايك خارجي مش هتعرف، لازم يبقى السماعه وايرلس او من خلال اليو اس بي سي. ولكن غير كده موبايل ممتاز جدا جدا، وموبايل يعتبر ان هو موبايل متكامل، مديك كل حاجه، مديك الديزاين، الشاشه، الاداء، البطاريه، الشحن السريع، الكاميرات الكويسه جدا. فموبايل صراحه متكامل. ولكن هل هو افضل موبايل في الفئه بتاعته السعريه او هو افضل موبايل يتجاب؟ انا الصراحه جبت النهارده موبايل من سامسونج واللي هو الاي 35، فانا كنت حابب ان انا اقارنه بالرينو 11 اف مقارنه سريعه كده، ونشوف لو انت قدامك الموبايلين دول تشتري ايه. اولا الشاشه بتاعت سامسونج هنا 6.6 بوصه، مش 6.7 زي الرينو، مع انك لو بصيت على موبايل سامسونج هتلاقي الموبايل سامسونج اكبر، وده راجع لان حواف موبايل سامسونج اكبر من حواف الموبايل الاوبو بشكل واضح. الصراحه حواف موبايل السامسونج تخينه، وحواف موبايل الاوبو زي ما انتم شايفين تقريبا جاي من غير حواف، زياده لان الموبايل الاوبو جاي 1 بليون لون والموبايل سامسونج 64 مليون لون. فالبانل نفسها او الشاشه بتاعت اوبو افضل من شاشه سامسونج. يمكن شاشه سامسونج محميه بطبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس بلس، وشاشه اوبو محميه طبقه حمايه اسمها باندا جلاس، ولكن الاثنين عليهم طبقه حمايه. بس انا حبيت اقول النقطه دي. نروح مثلا لحاجه زي الكاميرات، فالصور اللي انتم شايفينها دي واحده متصوره باوبو والثانيه متصوره بالسامسونج الاي 35. الحقيقه انا برضو لقيت ان كاميرا الاوبو افضل شويه من السامسونج من حيث الالوان، يعني التفاصيل كانوا هما الاثنين واحد، بس الالوان بتاعت اوبو افضل شويه. الالوان بتاعت اوبو دي الحقيقه اللي انا شايفها قدامي، الوان سامسونج بتبقى مشبعه زياده عن اللزوم او مشبعه زياده عن اللزوم، ممكن تظبطها في الايديت، ولكن ده اللي انا لقيته في الموبايلين لو انت لسه مخرجهم من العلبه وهتصور بيهم. الحاجه بقى اللي فرقه جدا، يعني الكاميرا الخلفيه مش فارقه قوي، الاثنين صراحه بالنسبه لي ممتازين، ولكن الكاميرا الاماميه في اوبو افضل بكتير الصراحه من سامسونج من حيث التفاصيل ومن حيث الالوان او لون البشره، السكين تون بتاعه اوبو بتطلع افضل. وطبعا انا قلت ان كاميرا اوبو صراحه هي واحده من افضل الكاميرات السيلفي اللي انت ممكن تستخدمها في الفئه السعريه دي. عندك مثلا حاجه زي البطاريه، الاثنين جايين ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير، ولكن هنا الاوبو جاي بشحن سريع بقدره 67 واط زي ما احنا قلنا، والسامسونج جاي للاسف بشحن ربع سريع او نص سريع كده 25 واط. بالنسبه للاداء الجهازين صراحه اداء الجهازين واحد، عشان كده انا ما ركزتش فيه، يعني الجهازين صراحه مديني نفس الاداء تقريبا من حيث سرعه فتح التطبيقات، من حيث الالعاب نفسها هما الاثنين بيلعبوا على نفس السيتنجز، فتقريبا هتاخد نفس الاداء من الجهازين. ولكن شاشه الاوبو انا شايفها افضل، كاميرا الاوبو انا شايفها افضل بالذات الاماميه. الخلفيه فرق بسيط قوي زي ما احنا قلنا، يمكن كاميرا السامسونج فيها او اي اس تثبيت صوره بصري، الاوبو فيه اي اي اس تثبيت صوره الكتروني زي ما احنا قلنا، ولكن الفرق بسيط. الاماميه الصراحه الفرق لصالح الاوبو، والبطاريتين واحد ولكن الشحن سريع بيروح لصالح الاوبو، وزي ما قلنا الاداء واحد من الجهازين. وبس كده، دي كل حاجه عن الاوبو رينو 11 اف 5G. قولوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم عن الموبايل ده، وهل في افضل منه في سعره ولا لا، وايه رايكم برضو ما بينه وما بين الاي 35 تشتري انهي واحد فيهم؟ قولوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. عايزين نوصل مليون سبسكرايبر في اقرب وقت. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.